كم عدد الشهور التي تحتوي على 28 يوم؟ شهر واحد، شهر اثنين، شهر اثنين. حاعطيك سؤال ثاني. بدك إجابة ثانية؟ 4 سكان الأرض. بتوقع جنوب شمال. متأكد. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدمة. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمرين معكم خلال الشهر الفضيل بمسابقتنا الثقافية سين جيم، فيك تشاهدوها على قناة ماي تي في كل أربعاء وسبت، وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك. إحنا اليوم جينا على منطقة التورمشتراسي لحتى نلتقي بناس جداد، وإن شاء الله الجميع بيربح معنا. قبل ما نبلش الحلقة بحب أتشكر رعاة البرنامج: بيكوكو بيوتي برلين، بي آجي سوبر ماركت، وملحمة الرضا، مؤسسة الأمير الموسيقية الفلكلورية أوروبا، مطعم فينيسيا، وأيضا يوتيل. خلونا نبلش الحلقة وإن شاء الله بتكون مميزة. مرحبا، عرفنا عن حضرتك. انا الاخ حج خالد. كيف أجواء من رمضان؟ لبنان، من أهلا ماردين وسهلا لبنان. فيك. كيف أجواء رمضان بالتورمشتراسي؟ الحمد لله رب العالمين، على كل الاحوال وكل شيء دائما الحمد لله. منيح ولا مش منيح الحمد لله. الحمد لله. نحن مسابقة سين جيم على قناة ماي تي في، طيب. مسابقة رمضانية. طيب. حنعطيك سؤال وإن شاء الله بتربح معنا. جاهز؟ جاهز. طيب. بس ما يكون صعب عشان ما بعرف اقرا عربي. ما يعني تهكل هم. هون شوي. طيب حأعطيك حزورة، شو رأيك؟ يلا ان شاء الله. حزورة بتقول: ما هي الشجرة الموجودة بالفعل ولكن ليس لديها ثمار أو ظل؟ شجرة موجودة ولكن ما لها ثمار ولا ظل، يعني ما لها خيال. النخلة؟ لا. النخل لا. ما لا شجرة ما لها خيال. سؤال ثاني شوف اهون. طيب حنعطيك سؤال تاني بس بدنا نشوف الشباب حدا بيعرفها؟ لا طيب حنرجع لكم. سؤال هلا الثاني بيقول: إيه. كم عدد الشهور التي تحتوي على 28 يوم؟ شهر واحد. شو هو؟ شهر ثلاثة. شهر شهر اثنين. إجابته صح؟ صح، شهر اثنين. حنسأل. حنعمل تصويت. 29 بيجي. شهر اثنين خيو. الجواب غلط. لا شهر اثنين مضبوط. لا ثلاثة ما في اثنين. شهر اثنين خيو. 28. عدد الشهور التي تحتوي على 28 يوم. شهر واحد هو شو؟ لا شهر اثنين. كم شهر يعني؟ كم شهر؟ شهر واحد. طيب أنا حفظتها. كل الشهور فيهم 28. أكيد نعم. مصمم إنه خبره. يا 12 السنة كلياتها، الشهور تاعوا السنة كلهم فيهم 28 يوم. كمان مزبوط ولا لا؟ إجابتك صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جوتشان تقدمة مكتب فيزا جولف للسفريات بقيمة 50 يورو. شكرا لك. أعطيك سؤال ولا شباب يعني حيساعدوك كمان. سؤال بيقول: عدد إذا تم ضربه بنفسه ثم أضفنا عليه 6 أصبح الناتج 70. ما بعرف هذه. ما بعرف كلها هذا ما بعرف. هاي من جدول الضرب. ما بعرف. رقم إذا ضربناه بحاله وبعد هيك زدنا عليه 6 بصير 70. ما بنعرف هاي ما بنعرف. سؤال ثاني. سؤال تاني حنعطيك فرصة لحتى إن شاء الله تكونوا ربحانين معنا. السؤال بيقول: أين بدأت كرة القدم أول مرة؟ سؤال بالرياضة. ما ترد على حدا لأنه الإجابة غلط. ما بعرف هذه. أول مرة اللي بدأت إيه؟ بريطانيا، بس بدك تعرف هلا بدنا بدك تقول لي وين؟ ما ما بعرف هيدي. ما بعرف بس بعرف بريطانيا بدأت أول مرة. إجابة غلط. أعطيك سؤال وإن شاء الله بتكون من الفائزين معنا. تمام؟ السلام عليكم. إذا كان عصام على يمين سعيد وكان سعيد على يمين سعد، مين يلي بالنص؟ عصام على يمين سعيد سعيد وسعيد على يمين سعد.
سعيد على يمين سعد. مين اللي بالنص؟ سعيد. أكدنا الإجابة. هلا عصام على يمين سعد، على يمين سعيد، وسعد على سعيد على يمين سعد. سعيد هو اللي بالنص. متأكد؟ سعيد إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدم كيوتل عبارة عن اشتراك لمدة 6 شهور لحتى تشاهد القنوات العربية والدينية والرياضية على التليفون. هذا البرنامج برعاية مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا حبيبي. عرفنا عن حضرتك؟ انا اسمي خالد. طيب هلا الأسئلة تمام وعم يربحوا معنا، جاهز؟ تفضل. طيب السؤال بيقول ان شاء الله. من الذي قتل ربع سكان الأرض؟ هرقل. عندك إجابة ثانية؟ ربع سكان الارض. لا مو نمرود، اعوذ بالله. أول إجابة كانت خطأ، أعطيني إجابة ثانية لحتى أكون ربع سكان الارض. جنكيز خان. نمرود. جواب نهائي؟ نعم. للأسف إجابة خطأ وحظ أوفر. معلش مشكله. شكرا لك. هلا إجا دورك. ذو القرنين الاسكندر. لا إجا دورك. جاهز؟ نعم. من أول حلقة عم بساعدن وللأسف يعني ما عم بيتحالفوا بالحظ. تفضل. سؤالك بيقول من أول رجل مشى على سطح القمر؟ ارمسترونج. ارمسترونج عفاك. ارمسترونج. شو اسمه الصغير؟ ارمسترونج. اول حرف شو اول حرف؟ والله نسيت. نيل أرمسترونج. نيل. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدمة مجوهرات الأفراح. شكرا مجوهرات الأفراح على تقديم جوائز المسابقة. شكرا لك كل عام وأنت بخير. بارك الله فيكم، ينعاد عليكم الله يخليك يا وعليكم رب. انت محمد اجمعين. شكرا لك. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نحن الآن موجودين بملحمة الرضا، بنتشكر ملحمة الرضا أيضا من رعاة مسابقة سين جيم، إن شاء الله يربح معنا ويكون من الفائزين. عرف عن حضرتك؟ عبد الله جرادي. شو الأخبار؟ كيف أجواء رمضان؟ الحمد لله، رمضان كريم ان شاء الله. كيف الإقبال على الكبة بهالشهر؟ غير شكل، كبة معروفة هون ملحمة الرضا، شو عم معروف. بتقدموا هلا يعني اشياء مثلا عليها طلب كثير برمضان؟ شو أكثر شيء الناس بتطلبه برمضان؟ تطلب برمضان اللحم، الكبة، الكفتة، الهمبرجر، المشاوي، كل شيء موجود. جاهز تربح معنا؟ ما نشوف حسب السؤال. السؤال بيقول شجرة موجودة ولكن ما فيها ثمار وما إلا ظل. الرسمة الشجرة، الرسمة. هلا أحيانا بالرسمة بيحطوا بقلبها مثلا تفاح أو شيء. الشجرة ما بعرف. هلا الرسمة يعني ممكن تكون الإجابة الصحيحة، بس في إجابة تانية. الرسمة يعني أعتقد الرسمة يعني، أو شيء بيعملوه أجدادنا. شجرة العائلة. متأكد؟ متأكد. إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدمة بيكو بيوتي. شكرا بيكو بيوتي على تقديم جوائز مسابقة سين جيم. تفضل. شكرا، كل عام وأنت بخير، خليك يا رب. مرحبا. هلا أنت مش قابل تطلع معنا ليه؟ لاني انت هذيك المره ما بعرف شو عملت فيه. الحيطان. احيانا اول شيء على الصيام في اسئله ممكن تكون سهله وما نركز فيها فما تكون الاجابه حاضره براسنا، فهذا الشيء طبيعي، والمسابقه اكيد فيها ربح وفيها خساره. مزبوط. اليوم حتربح ان شاء الله. طيب السؤال بيقول عدد اذا تم ضربه بنفسه ثم اضفنا عليه 6 اصبح الناتج 70. حاعطيك سؤال ثاني. ما اسم الدولة التي شاهدت التلفاز لأول مرة؟ دولة شاهدت التلفزيون لأول مرة. اول مره بالعالم.
امريكا. متأكد؟ متاكد. اجابتك سريعة. ايه. امريكا. جواب نهائي. نهائي. أمريكا إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدمة مجوهرات الأفراح. شكرا مجوهرات الأفراح على تقديم جوائز مسابقة سين جيم. هيك ربحت وما كانت أسئلة صعبة. وشو بيطلع لك عندي انت هلا؟ نحن بتتوصف فينا لما نيجي نشتري كفتة مثلا. اطيب كبه. الله يخليك، شكرا أطيب لك. كبه بملحمة الرضا عند خيكم عبد الله جرادي ومصطفى الرباب وعلي جرادي، يعني نحن اخوه هون. هلا الأكل أصلا لبناني، الطعم كيف؟ لبناني الطعم وجنوبي. مثل أكلة لبنان؟ لبناني وجنوبي. حلو. جنوبية يعني. ان شاء الله كل رمضان انتم بخير، تنعاد عليكم بالصحة والعافية. أتمنى من أصحابه للسيد مصطفى يعني يهنوه بالجائزة، لأنه طول السنة زعلان مني عشان خسر لا والله لا. والناس حضرتها. أنا بحبك والله يبارك فيك، وأنت إنسان كتير منيح صراحة يعني. الله يخلي لي إياكم. وأنت بخير. تنعاد على عليك. راسي، الله يخليك، سلام عليكم. عرفنا عن حضرتك؟ درويش ابو الخير من غزه، فلسطيني من غزه. اهلا وسهلا فيك، كيف اجواء رمضان؟ والله ممتازه جدا. احكي لنا شوي عن شارع تورمشتراسي. مش راسي خفيف ونظيف وحلو، والناس اوادم فيه. في محلات عربية. ما كثير كثير. طيب هنعطيك سؤال وان شاء الله بتربح معنا، جاهز؟ جاهز. طيب السؤال بيقول: بإحدى الجلسات تصافح 8 أشخاص، أكم مرة صافحوا بين بعض؟ 8 مرات. ما أن واحد سلم على الجميع، أن هن سلموا على بعض. يعني أحمد سلم على محمد، محمد سلم على سعيد، سعيد. 7 عدد. صعب السؤال عليك شويه. وبصراحة السؤال يعني بده شوية تفكير وحسابات وهلا صيام. هعطيك سؤال سهل، تمام؟ عدد إذا تم ضربه بنفسه ثم أضفنا عليه 6 أصبح الناتج 70. ما بعرف ليش حظك اليوم كله رياضيات مسائل. والله صعب. يعني 70 ناقص 6. 70 على 60 10. 70 ناقص 6. 70 على 6 64. طب شو الرقم اللي بنضربه بحاله بصير 64؟ 8 ب7 6 6 ضرب 6 36. يعني مش 64. لا هي 64. 8 ب8 لا اكثر. خبرني جدول الضرب كنت تحفظ وانت صغير او لا؟ والله صار تارك التعليم من زمان 25 سنه. هاي كانت يعني مشكلة الجميع بالابتدائي. الجميع عندنا فالوضع كان سيء للغايه في فلسطين، في غزه ما كناش نتعلم كويس. 8 إجابة صحيحة، ألف مبروك، تربح معنا جائزة تقدمة مكتب سفريات فيزا جولف بتشاين بقيمة 50 يورو. شكرا كثير. شكرا لك، العام وانت بخير. انتم بخير حبيبي. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. عرفنا عن حضرتك؟ خليل جرادي، حلاق هون ببرلين. أهلا وسهلا فيك، نحن مسابقة سين جيم من قناة ماي تي في. حنسألك سؤال وإن شاء الله بتكون من الربحانين معنا. يعني اليوم مشاهدينا الكرام كتير ناس ربحت بالحلقة، بنتمنى الأجواء تستمر هيك بالحلقات القادمة. طيب هو السؤال شوي بالجغرافيا، كيف مع الجغرافيا أنت؟ تمام، فينا نقول منيح. طيب السؤال بيقول: في أي اتجاه يجري نهر النيل؟ اتجاه نهر النيل. ما بعطي احتمالات بالعادة، بس السؤال يعني فعلا بده اطلاع فحاعطيه احتمالات. السؤال بيقول: هل شمال شرق أو جنوب شمال أو شرق جنوب؟ بتوقع جنوب شمال. توقع ولا متأكد؟ لأنه التوقعات ممكن تصيب ممكن تخيب. بما انه اثيوبيا صارت بجنوب مصر، فاكيد جنوب شمال، لانه هو بيجي من اثيوبيا بيمرق بالسودان لا يوصل لمصر ليصب البحر. جواب نهائي؟ ان شاء الله.
بتوقع لازم، ما بعرف. جنوب شمال إجابة صحيحة، ألف مبروك ما شاء الله. يعني معلوماتك بالجغرافيا أنا ما توقعت بصراحة يعرفها يعني بهالسهولة، وما بعتقد يعني ضربة حظ اختار الإجابة لأنك أعطيت معلومات أكثر. شكرا لك، تربح معنا جائزة تقدمة يوتل. كونه في عنا متابعين من برلين وبنعرف نحن هلأ إغلاق، شو وضع صالونات الحلاقة بهيك جو؟ هل فحص كورونا ضروري أو مش ضروري؟ هلا فحص كورونا من اول شهر 4 صار مجبر الزبون اللي بده يقص شعره يكون معه فحص سلبي لكورونا. فهذه الشغله كتير اثرت على الشغل عند جميع الحلاقين، وخاصه نحن العرب يعني ببرلين. لو بتعرف الزبون بقلل مروه يروح ويجي وينطر لحتى يجيب فحص الكورونا السلبي، فاثرت شوي على الشغل بشكل عام. كل عام وانت بخير وينعاد عليك بالصحة ينعاد والعافية. عليكم بالصحه والعافيه ورمضان كريم على الجميع. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقات جديدة.